السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال يا رب العالمين، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي كنتمنى إن شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. في هذا الفيديو كما كتشوفوا راه عندي الطماطم اللي غادي خديت واحد الكمية باش نتشارك معكم الطريقة ديالي اللي كنحتفظ بها في المجمد، اولا ممكن يعني تبقى حتى خارج المجمد وراها كتبقى اطول مدة ممكنة. فكما كيعرف الجميع هاد الايام الثمن ديالها راه هو نزل تقريبا 3 4 دراهم، فعلاش اللي ما ناخذوش واحد الكميه ونحتفظوا بها. ما عرفنا واحد الوقيته ممكن ان الثمن ديالها يرتفع، اولا ممكن تكون يعني من بين التحضيرات اللي كنوجدوها للشهر الفضيل، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي. هكا غادي نقتصدوا في الثمن ديالها لان كترتفع يعني في شهر رمضان، وغادي نسهلوا على ريوسنا، خصوصا بالنسبه للنساء العاملات الا لقاوها واجده غادي تسهل عليهم بزاف. فخديت واحد الكميه، انا تقريبا عندي هنا 3 ديال الكيلو، 3 كيلو ديال الطماطم. ممكن تاخذوا اكثر، راه ممكن يعني تاخذوا حتى ل 10 كيلو وتوجدوها هكا، غتخرج لكم واحد الكميه لا باس بها، غادي تدوز لكم مده طويله. خديت هاد الكميه وغسلتها مزيان، ممكن تضيفوا القليل من الخل الماء باش هكايا تعقموها مزيان. خليتها حتى نشفات ليا. عاد غادي ندوز دابا نقطعها. غادي تاخذوا واحد الاناء، ممكن يعني واحد الكاسرونه ولا طاوه اللي غادي تكفيكم الكميه اللي عندكم ديال الطماطم، وغادي نقطعها على 4. ما غادي نحيد ليها لا قشره لا زريعه لا حتى شي حاجه، فقط غادي نقطعها كما كتشوفوا على 4، وغادي نوضعها في الاناء ديالي. من بعد ما غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله، غادي نوضعها فوق النار. كما قلت لكم ما تضيفوا لا ما لا والو، غادي طيب هي فقط في داك الماء اللي غتفرزوا هي من بعد ما غنوضعوها فوق النار، اللي تكون بطبيعه الحال نار هادئه، ما نجهدوش العافيه. نغطيوها ونخليوها، ومره مره نوضو نحركوها، ما تغفلوش عليها في داك الاول، لان فاش كتكون يلا كطيب راه يلا كتفرز الماء ديالها شويه بشويه، فمره مره نحلو عليها ونحركوها، نتاكدوا انها ما لاصقاش، ونغطيوها ونخليوها تكمل الطياب ديالها حتى طيب لينا مزيان، تتشوفوها دبلات مزيان ويعني فرزات الماء بكميه وفيره كما كتشوفوا. غادي ندوز من بعد وغادي نطحنها. المهم اللي عندهم ميكسور بلونجون ممكن تستعملوه، يعني كما تنطحن انا دابا. واللي ما عندهاش خليوها حتى تبرد واحد شويه، عاد ديروها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، لان هذا الميكسور بلونجون كيستحمل الحراره. بالنسبه للكاس العادي ديال الطحانه العاديه ديال العصير راه كيكون ديال البلاستيك، ما خاصكمش يعني توضعوا فيه شي حاجه وهي سخونه باش هكا تحتفظوا عليه. فخليوها حتى تبرد واحد شويه، عاد دوزوا طحنوها. المهم فاش كنت انا غادي نصور لكم هذا الفيديو، في الحقيقه كنت غنوريكم فقط كيفاش نحتفظوا بالصلصه ديال الطماطم في المجمد. فوانا كنصغب الوصفه قلت علاش لي ما نتشاركش معكم كيفاش كنوجد حتى الصلصه اللي كنستعملها في البيتزا. قسمت الخليط من بعد ما وضعته كما كتشوفوا في واحد الصفايه. غادي نصفي الخليط ديالي مزيان، غادي نحيد منه كاع دوك الرواسب اللي كيبقاو. راه ملي كيتطحن مزيان كما كتشوفوا ما كيبقى هي ديك الزريعه ديالها هي اللي كتبقى. كنحيدها مزيان وكنصفيها، وغادي نقسم داك الخليط اللي حصلت عليه. كما كتشوفوا راه ما بقى ليا حتى شي حاجه، يعني الخليط ديالي راه محيد مزيان ومصفي مزيان. غادي نقسمو باش هكا نوريكم الطريقه اللي كنصوب بها صلصه البيتزا، وحتى هي راه كتبقى يعني مزيانه وكطول معنا، كتحتفظوا بها في المجمد هكا، كتستعملوها في اي وصفه بغيتو توجدوها. قسمت الخليط ديالي كما كتشوفوا تقريبا، حاولت انني نديرو يعني بكميه متساويه. بالنسبه للنصف الاول غادي نوضع فيه فقط شويه ديال الزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت، وكيبقى على حسب الكميه ديال الطماطم اللي مستعملين. فإلا كنتو دايرين كميه كثيره بطبيعه الحال غادي تدوبلوا المقادير. انا لهاد الكميه اللي قسمت غادي نضيف لها فقط نصف كاس ديال الزيت، نفضلوا ملعقه صغيره ديال الملح. هذا غادي نخليه عاود غادي نرجعها شويه فوق النار حتى تغلي واحد شويه. المهم انا فاش كنبغي نحتفظ بها كنبغيها شويه تكون عاقده، ما تكونش خفيفه. الا كنتو نتوما ممكن تحكموا في القوام ديالها، بغيتوها تكون عاقده
ديروها كما غادي نوجدها انا. بغيتوها تكون شويه خفيفه، يلا تغلي لكم تقريبا واحد 3 4 دقائق، طفيو عليها خليوها حتى تبرد وجمعوها في سواء في اكياس بلاستيكيه او لا في قريعات كما غادي ندير. بالنسبه للجزء الثاني البنات ديال صلصه ديال البيتزا، غادي ندير فيه شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير، وغادي نضيف اخر مرحله شويه ديال الزعتر. غادي ندير 2 ضريصات ديال الثومه وبصيله صغيره وشويه ديال الطماطم المصبره. انا راه كانت عندي في المجمد، داكشي علاش كتبان لكم هكا شويه بيضه من الفوق. غادي نطحن في كاول مرحله داك الثومه والبصله. بالنسبه للثومه والبصله البنات، الا عندكم الثوم يعني الجاف وكذلك البصل الجاف ممكن تستعملوه. انا راه كما قلت لكم الفكره طاحت ليا حتى وانا كنصاوب الوصفه، ما كانوش متوفرين عندي فاستعملتهم يعني هكا طحنتهم حتى هما راه كيعطيو نفس النتيجه، لانني غادي نخلي مطيشه طيب حتى غادي تختر ليا، يعني غادي يعطيوني نتيجه اللي زوينه. الا كنتو نتوما ما باغيينش طيبوها بزاف غادي ديروا يعني البصل اليابس وكذلك الثوم اليابس. طحنت البصله ديالي والثوم وغادي نضيفهم الصلصه ديال الطماطم. غادي نضيف عليهم كذلك شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير، وغادي نخلي كما قلت لكم الزعتر هو الاخر، ما غاديش نضيفو دابا لان الزعتر راه كيمغغ الا مشيتو حطيتوه يعني من الاول ما حدو كيطبخ وهو كيعطي المغوغه ديالو كيطلق مجهد. فمن الاحسن تخليوه حتى تقربوا تطفيو على الصلصه ديالكم عاد ديك الساعه تضيفوه. غادي نضيف كذلك الصلصه ديال الطماطم المركزه وغادي نوضع الكل فوق النار. من بعد ما غادي نحركو مزيان كيف ما كتشوفوا، غادي نوضعو فوق النار وغادي نضيف له من بعد واحد نصف كاس ديال الزيت. غادي نخليها كتغلي مزيان مع التحريك بطبيعه الحال، ما تغفلوش عليها باش ما تلصقش ليكم. ومنين غادي تقرب يعني تختر ليا مزيان الصلصه ديالي، غادي نضيف لها شويه ديال الزعتر محكوك. غادي نحرك يعني كما كتشوفوا هنا غادي كنوريكم غادي مقابله 2 طاوات دقه واحده الصلصه ديال البيتزا وكذلك الصلصه ديال الطماطم العاديه، مقابلهم 2 حتى طابو حتى كتشوفوها نتوما يعني داك التبقبيق ديال الصلصه شويه بدا كيجي ثقيل، كتشوفوها كاع بدات كتوسخ لكم الدنيا، عرفوها صافي راها وجدات. غادي نطفي عليها وغادي نخليها كتبرد واحد شويه وغادي نوجد ليها القريعات اللي غادي نجمعوهم فيها. هانتوما هنا كما كتشوفوا راه عندي قريعات ديال الزاج اللي غسلتهم مزيان بطبيعه الحال وعقمتهم. اللي ما عندهاش قريعات ديال الزاج ممكن تجمعوها في بلاستيكات. انا واخا ما كنفضل يعني ما نديرش الحاجه في البلاستيك، ولكن الا كان داك البلاستيك الغذائي اللي من النوعيه الجيده فممكن انكم تستعملوه فيها يعني من بعد ما تبرد نهائيا وتحطوها في المجمد، اما وهي سخونه ما ديروهاش يعني في البلاستيك. فانا كنفضل يعني الا كان احسن انكم تجمعوا دوك القريعات دوك اللي كنشريو ديال الكونفيتور ديال الطماطم ولا هذا، جمعوهم خبعوهم كيصلحوا بزاف لهاد الوصفات هادو، وكذلك كنقتصدوا عوض ما نوضوا نشريوهم. المهم البنات كما كتشوفوا انا غادي جمعت يعني الصلصه ديالي في القريعات غطيتها وغادي نخبعها في المجمد. الا كنتو نتوما باغيين فقط يعني تخليوها خارج المجمد راه ممكن تنوضوا تعقموها البنات. غادي ديروا واحد الطاوه ديروا فيها الماء وديروا واحد زويف في القاع ديالها وتحطوا القرعات ديالكم. الكميه ديال الماء تكون فايته النص ديال القرعه البنات، وتخليوها كيطيب تقريبا واحد نص ساعه د المكانه من بعد ما يغلي الماء. الا بغيتو تحسبوا له وقت قبل ما يغلي غديروا ساعه الا ربع، وهاد الصلصه هذه كطيب في داك الماء. منين تفوت ساعه الا ربع البنات غادي تطفيو عليها وتخليوهم حتى يبردوا مزيان، وعاد غادي تحيدوهم وتهزوهم تخبعوهم في البلاكار. فالمهم هذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وكنتمنى انكم تستغلوا الفرصه وتنوضوا تشريو مطيشه قبل ما يطلع عاوتاني الثمن ديالها. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. الى عجبكم بطبيعه الحال ما تنساونيش من اللايك، ما تنساونيش من البارطاج ديال الفيديو. غادي نخليكم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.